شهر ديسمبر من أهم شهور التخطيط، مش بس لأنه بنكتب الأهداف اللي حابين نحققها قبل نهاية السنة، ولكن بنراجع الأهداف الخاصة بالسنة بالكامل. ايه الأهداف اللي حققناها والأهداف اللي حابين نشتغل عليها قبل نهاية السنة، وكمان شهر الاستعداد لسنة جديدة بأهداف جديدة. صحيح الأهداف بتكون أهداف مكملة لبعض وبتخدم الهدف العام أو الرئيسي، ولكن أغلبنا بيكون متحمس للبدايات، بداية سنة جديدة أو حتى أسبوع جديد. أنا شيماء حسام، بحب الأعمال اليدوية وإعادة التدوير والتخطيط، وبحب أفيد وأستفيد. فأهلا بيكم لو أول مرة تشوفوني، وأهلا بيكم كمان مرة في فيديو جديد. كل الشهور اللي عدت كنت بس بشارك معاكم التخطيط تقريبا كتزيين مش أكتر، وأفكار لصفحات إضافية لو حابين تضيفوها للنوت بتاعتكم. وباعتبار انه شهر ديسمبر هيكون اخر شهر في السنة، فحبيت انه يكون مختلف شوية وانه يكون فيه الوان وطرقعة وكده. وكمان نقدر نقول بيعبر عن الفرح باعتبار انه حققت التارجت الخاص بالشغل بتاعي الحمد لله. السنة دي كنت حاطة تارجت للشغل بتاعي، وكنت حاطة هدف مالي. دول اكتر هدفين كنت حابة ان انا اشتغل عليهم، والحمد لله قدرت احققهم، فمبسوطة جدا. واللي معرفش انا بشتغل ايه، فانا بفصل ملايات وكوفرتات، وكمان اضفت للمشروع مؤخرا منتجات جديدة. فلو كنتم مهتمين بالموضوع فهسيب لكم لينك المتجر بتاعي في صندوق الوصف. حبينا نتكلم شوية عن التزيين والتخطيط والحاجات دي كلها. فبالنسبة للتزيين الخاص بالدفاتر الخاصة بالتخطيط، فأنا مش حد بروفيشنال أو فنان قوي في حوار الرسم، ولكن بجتهد. وبحب برضو ان النوت بتاعتي ما تبقاش كل الشهور فيها شبه بعض، يعني ده إن لم يكن الشهر اللي الواحد حطيت فيه اكتر من حاجة، لكن الافضل والانسب واللي بحسه منسق اكتر ان احنا نخلي كل شهر بثيم معين. فانا حبيت ان الشهر ده يكون فيه ثيم الوان وطرقعة والوان كده جديدة ومختلفة. دي الحاجة التانية، بحس انه بيبقى مريح نفسيا وبيشجعنا لان احنا نسعى للاهداف، عشان كل شوية نفتح النوت بتاعتنا ونراجع اهدافنا، وان احنا نشوف وصلنا لفين وقلنا قد ايه، وايه الخطوات اللي احنا حابين نحطها لنفسنا عشان نقدر نلتزم ونقدر نحقق الأهداف بتاعتنا. بالنسبة للتزيين الخاص بالصفحة الأولى، فكل اللي أنا عملت أشكال عشوائية باستخدام 3 ألوان هايلايتر، أورنج وأخضر وأصفر. وحبيت الفكرة قوي، أو الألوان كنت حاسة إن هي مندمجة جدا ومنسقة مع بعض جدا. وبرضو تقدروا تكتبولي رأيكم تحت في الكومنتات. الخطوة اللي بعد كده استخدمت القلم بتاع التحبير وبدأت أحدد الأشكال اللي أنا عملتها. هنا قررت إن أنا أعمل فرع من أفرع الشجر. الصفحة الأولى دي خصصتها لكتابة اسم الشهر. معروف أول صفحة في التخطيط بتكون خاصة باسم الشهر، ولكن أوقات بنضيف ليها أو للصفحة اللي جنبها دعاء أو اقتباس. أول حاجة كتبتها في الصفحة دي وهي تخطيط شهر ديسمبر. خلينا نطلع برا الموضوع شوية. أكتر حاجة حبيتها دلوقتي هو ريحة الدفتر. بعد ما لونته بقى ريحته حلوة قوي. الصفحات اللي فيها الألوان دي ريحتها تجنن. مش عارفة هل الماركر دي فيها حاجة حلوة كده أو لأ، بس هي مش برفيوم قوي أو ريحتها قوية قوي، ولكن هي ريحة انتعاش مش أكتر. نرجع للمهم، الدعاء اللي أنا كتبته هنا: اللهم نورك في كل خطوة، ولطفك في كل صعب أمامنا، وبركتك فيما عندنا، وما هو حولنا، وما سيكون بين أيدينا. بالنسبة لدفاتر التخطيط، في ناس بتجيب دفاتر وهي اللي بتخططها بنفسها، بترسمها وتلونها وتزينها بالشكل اللي يتناسب مع كل شخصية. كمان بغض النظر عن التخطيط والتلوين والحاجات المبهجة واللطيفة دي، في ناس بتحب تستخدم الجورنال دي علشان خاطر تضيف صفحات أو تقلل صفحات تتناسب مع كل شخصية وبالنسبة لاهتماماتها وأسلوب حياتها. حاجة تانية، في ناس بتحب تستخدم الدفاتر الجاهزة، وأغلب الناس بتبقى شايفة انه لأ، احنا حابين نريح دماغنا ونشتغل على حاجة جاهزة لمجرد ان احنا نكتب وبس. وباعتبار ان انا جربت الاتنين، فمش هقولكوا ايه الافضل او الانسب. لو انتوا حابين ده نقدر نتكلم عنه في فيديو جاي، ولكن احب اقولكم تخمنوا ان سنة 2024 هستخدم فيها جورنال بصناعة ايدي، ولا هستخدم فيها
دفاتر جاهزة. وهنا بعد ما خلصت كتابة الدعاء وحددته بالهايلايتر، نزلت تحت شوية في الصفحة وكتبت التقويم الخاص بشهر ديسمبر. بالنسبة للصفحة التانية، فالصفحة التانية هتكون خاصة بأهداف شهر ديسمبر، وأهدافي أنا الخاصة بالشهر ده يوتيوب. فحابة أصور لكم فيديوهات أكتر فترقبوا، ولو حابين تشوفوا فكرة فيديو معين فما تنسوش تكتبولي تحت في الكومنتات حابين تشوفوا ايه. حاجة تانية، حابة أنهي السنة بشكل مختلف، ففي جانب هيكون نفسي. الحاجة اللي بعد كده، حابة أكون مبسوطة أكتر وأخلي فيه ذكريات لطيفة للسنة. ومن هنا أحب أقول لكم بالنسبة للناس اللي خلصت الأهداف بتاعتها، فأحب أقول لكم هنيئا لكم بالتوفيق، وإن شاء الله تحققوا أهداف أكتر وأفضل وأجمل تساعدكم في تطوير ذاتكم وفي حياتكم العملية وحياتكم الشخصية إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي مقدرش تحقق أهدافها، فأحب أقول لكم مفيش مشكلة، اللي مقدرناش نحققه دلوقتي فما تضغطوش نفسكم في شهر ديسمبر علشان آخر شهر يبقى هنضغط نفسنا عشان نقدر نحقق أهدافنا. مش لازم اللي متحققش السنة دي يتحقق السنة الجاية. ولو حابين تشتغلوا على حاجة بجد خلال شهر ديسمبر، فأنصحكم جدا ان انتوا تخلوا لنفسكم ذكريات كويسة، تقعدوا اكتر مع اهلكم، تخرجوا، تتفسحوا، تقدموا هدايا لروحكم او للي حواليكوا. المهم ان انتوا تنبسطوا وما تعدوش سنة 2023 الا لما يبقى فيها ذكريات كويسة، وان انتوا تكونوا بخير. دي اهم حاجة. الصفحة اللي بعد كده هي خاصة بالعادات. العادات من الحاجات المهمة جدا واللي كتير من الناس بيهملها وبيعتبروها من الروتين، وان الروتين ده حاجة مش إيجابية. فلو حابين تغيروا حياتكم للأفضل فابدأوا بتغيير العادات. هاتوا ورقة وقلم واكتبوا العادات اللي حابين تكتسبوها والعادات اللي حابين تتخلصوا منها، وابدأوا من دلوقتي، بلاش بكرة وبعدين. وطالما في قرار للتغيير فابدأوا من دلوقتي وبلاش تسويف. فين ان الموضوع صعب فتقدروا تعملوا تحدي التغيير والالتزام بالعادات. وعلشان ما نكبرش الموضوع ونقول عادات، فالتزموا ولو بعادة واحدة بس لمدة 10 ايام، ولما تعدوا ال10 ايام دي مدوا في المدة 10 ايام كمان، وهكذا لغاية لما تحسوا ان انتوا اكتسبتوا العادة دي وبقت شيء من يومكم. المتعارف ان اي عادة علشان نقدر نكتسبها او نلتزم بيها فبتحتاج مننا 21 يوم بس، فانتوا قدها. ومن اهم العادات اللي انصحكم باكتسابها الاستيقاظ مبكرا. العادة التانية ممارسة الرياضة. الحاجة التالتة القراءة. ودول ببقى شايفة ان هما اهم 3 عادات انتوا ممكن تلتزموا بيهم، وبعد كده تقدروا تضيفوا اي عادات تانية. بالنسبة للصفحة اللي بعد كده فهي الصفحة اللي خاصة بيوتيوب. ايه الافكار اللي انا حابة اشتغل عليها الفترة الجاية، كمان عدد المشتركين في اخر 11 كام واخر 12 هيبقى كام. هدفي ان احنا نوصل ل10,000 مشترك، مش باقي كتير فانتوا قدها. فما تنسوش تعملوا شير للفيديو ده، وكمان تعملوا اشتراك للقناة لو انتوا ما كنتوش مشتركين. بالنسبة للصفحة اللي بعد كده او الصفحتين اللي بعد كده، فدول بيكونوا للتقويم الخاص بشهر ديسمبر. فبحب المساحة تكون كبيرة شوية علشان تساعد على كتابة المواعيد، المناسبات، المقابلات، الكورسات، وهكذا. وكمان لما بيبقى عندي طلبيات كبيرة فبحب أسجل كل حاجة ليها علاقة بالطلبية في الصفحات دي، عشان يبقى كل شغلي في صفحة واحدة مبقاش مشتتة ما بين أكتر من صفحة. باعتبار ان احنا بنتكلم عن تخطيط شهر ديسمبر، يعني آخر شهر في سنة 2023، وبما اننا خلصنا السنة فاحنا محتاجين نقيمها. هنقيمها ازاي؟ كل اللي محتاجاه منكم ان انتوا تجيبوا ورقة وقلم وتكتبوا اهم 3 اسئلة هتقيموا بيهم سنة 2023. السؤال الاول، ايه التغيير اللي وصلت ليه في سنة 2023؟ هل التغيير ده ايجابي او سلبي؟ فلو كان ايجابي هنيئا لكم، تقدروا تستمروا على ده وتعززوا منه. ولو كان سلبي فازاي تغيروه؟ بمعنى لو انتوا كنتوا حققتوا الاهداف بتاعتكم برافو عليكم، ولكن لو انتوا محققتوهاش ايه العواقب اللي منعتكم ان انتوا تقدروا تحققوا الاهداف دي؟ السؤال التاني، ايه الدروس اللي اتعلمتوها في سنة 2023؟ ان كان درس اتعلمتوه من كتاب مثلا او من موقف حصل معاكم بالفعل. السؤال الثالث والأخير، ايه هي النعم اللي استمرت معاكم من السنة اللي فاتت؟ وبما اننا
بكده يكون خلصنا تخطيط شهر ديسمبر. فتعالوا اوريكم من الاول الصفحات اللي احنا عملناها مع بعض. وكمان احب اقول لكم اكتبولي افكار الفيديوهات اللي حابين تشوفوها الفترة الجاية. كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. كونوا بخير والى اللقاء.